السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة أخبار اليوم، وهذا أبرز عنوانها: فقيه مغربي يرتكب أبشع جريمة. قبل الخوض في التفاصيل، لا تنسى الإعجاب بالفيديو ودعم القناة بالاشتراك ليصلكم الجديد. تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة آسفي مساء يوم أمس من توقيف فقيه يبلغ من العمر 47 سنة، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد وإضرام النار. وحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن الفقيه كان في خلاف دائم مع زوجته لرغبته في الزواج من امرأة أخرى، الشيء الذي ولد مشاكل متكررة بينهم انتهت بارتكابه لهذه الجريمة الشنعاء. وحسب مصادر مطلعة، فإن خلافا نشب بين الفقيه وزوجته تطور إلى مشادات كلامية وتبادل للضرب، ليقوم الفقيه بتوجيه ضربات قاتلة لزوجته بواسطة شاقور أردتها قتيلة على الفور، ثم أضرم النار في المنزل ولاد في الفرار بعد ذلك إلى وجهة غير معلومة. وفور علمها بالحادث، حلت عناصر الشرطة بعين المكان، حيث قامت بحملات تمشيطية أسفرت عن إيقاف الجاني ونقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.